وخلاص هتفضل تبهرنا، انت عندك عارف كل حاجه عننا. وانت يا شالب محدش يعرف ان ابوك وامك عايشين، بس هما مش بيحبوك زي كل الناس اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي. هما كمان مش بيحبوك. ايوه بس انا عامل اي حاجه عشان ميجو. كل واحد منكم هخليه يواجه اكتر حاجه هو بيكرهها. يوم ولدتش معانا محصلش حاجه. يلا قوليها ابوك وامك قالوا لك ايه على يوم ولادتك؟ حاضر عشان خاطر ميجو بس. وربنا الموجود هنا عشان يكسر قلوبنا. وربنا الكلب حقيقي. بابا وماما كان عندهم 3 اولاد وانا كنت اخر العنقود الطفل الرابع. وانا مش قلتلك مليون مره بلاش نخلف تاني؟ ها اصرف عليهم منين 4 اولاد؟ اجيب فلوس منين؟ معيش فلوس ليهم. الولد ده ما كانش ينفع يجي ابدا. يا حبيبي ما تقلقش، الولاد بيجوا برزقهم. نعم الولاد بيجوا برزقهم. الولد الصغير دوت اجيب فلوس منين تقولي لي برزقهم؟ اهدى بس اهدى، ما تعصبش نفسك، ان شاء الله هنتصرف. نتصرف ازاي؟ اخر طفل دوت فعلا ملوش مكان، حتى ملوش اوضه، ملوش اي حاجه يعيش فيها، معلش ناجله. عادي هنلاقيه تحت في الجراج، مش لازم يكون لي اوضه. والفلوس هاكله من فضلات اخواته مش مشكله، المهم ان هو يعيش معانا وبس. يعيش معانا ايه؟ ما ينفعش يعيش معانا. الولد ده جه شقلب حياتنا كلها، وبما انه شقلب حياتنا انا هسميه شقلباظات. بتبصلي وتضحك، انا حياتي كلها هتبوظ بسببك انت. ايوه فعلا ما كانش ينفع نخلف الطفل الرابع ده خالص، ديت مصيبه، ما كانش لازم يجي. انا كنت عارف انهم مش عايزيني احاول، وعارف دوت من معاملتهم. وخلاص هتبطل